السلام عليكم. كلنا بنسمع عن الخيانات الزوجية، ودايما الخيانات الزوجية يعني الست لما تخون جوزها بتخون جوزها بعد فترة، لأي بقى أسباب ما، إن هي حبت واحد غيره بعد الجواز، إن هو مش مهتم بيها، إن هو مش بيديها الحقوق الشرعية. كل دي أسباب ممكن تخلي الست الضعيفة إن هي تخون جوزها. لكن واحدة تخون جوزها تاني يوم جواز، يوم الصباحية، هو ده اللي مش ممكن أبدا يعني. الحكايه وما فيها النهارده ان في ولد اسمه باسم، ساكن في محافظه الجيزه. الولد ده كان بيشتغل وبيصرف على اهله، وكان عنده اخت اكبر منه كان بيهتم بيها جدا وبيصرف عليها. الولد فضل يصرف على اهله، ولد فعلا عنده اصل يعني فتره طويله جدا، لحد لما لقى نفسه عدى سن ال30 ومش بيتجوز. اهله اقنعوه ان هو بقى كفايه عليه كده والمفروض ان هو يتجوز. بس باسم بقى المشكله ان هو ما عندوش الخبره الكافيه ان هو يختار بنت الناس، بنت الاصول صح. اهم شرط ان هو يختار بيها شريكة حياته ان هي تكون حلوه زي القمر. وفعلا كان في بنت عندهم في المنطقه اموره جدا، والبنت دي كانت بترفض عرسان ياما قوي بحجه ان هما ما كانوش يعني مرتاحين ماديا او مش هيعرفوا يعيشوها العيشه اللي هي عايزاها. وكان باسم قلقان ان هي ترفضه، لكن لما راح تقدم لها وافقت. المهم باسم اتقدم لها وقال لها يلا بينا نجيب الشقه اللي احنا هنتجوز فيها. فقالت له ماشي، بس انا ليا شرط في الشقه اللي انا عايز اتجوز فيها. فقالت له، قال لها ايه الشرط بتاعك؟ طيب قالت له ان احنا نجيب الشقه في نفس المنطقه، وفي شقه في العماره الفلانيه، الشقه دي حلوه جدا وجنب امي وانا لازم اسكن فيها. فقال لها طب ما اشمعنى يعني، ما في ندور نلاقي، يمكن نلاقي شقه تانية احسن. قالت له لا، هي الشقه دي اللي انا عايزاها. بالرغم ان هو جاب لها شقه تانية احسن منها، لكن هي مصره على الشقه دي. ايه السبب بقى؟ بس ما كانش يعرف. المهم حتى اهله برضو يعني الشقه دي ما كانتش عاجباهم، بس عاجبه البنت. بس اهله وافقوا علشان خاطر البنت هي عايزاها، وعشان كمان ما يزعلوش باسم. فالمهم باسم جاب الشقه دي. الكارثه بقى في الموضوع ان البنت دي اسمها ليلى، كانت ماشيه مع ولد ساكن معاها في المنطقه. الولد ده اسمه حسام، وكانوا بيحبوا بعض جدا. والولد ده حاول ان هو يتقدم لها كذا مره، بس اهلها كانوا بيرفضوه لانه ما كانش معاه فلوس خالص، لا هو يفتح بيت ولا يجيب حتى شقه قانون جديد، ولا حتى بيشتغل شغلانه عدله علشان يصرف عليها. بس البنت على عهدها مع حسام ده، وقالت له انا مش هكون لحد تاني غيرك. حتى لما تقدم لها باسم وخلاص هيتجوزها، راحت لحسام ده وقالت له انت اول واحد هيلمسني، محدش هيلمسني غيرك. والغريبه بقى ان كذا واحد كده من صحاب باسم حاولوا ان هم يقولوا له ان البنت دي شكلها كده لعبي، بس خافوا يقولوا له عشان هو ما يزعلش، وقالوا يمكن هي بعد الجواز حالها يتبدل. وبعد كده تمت الجوازه، وباسم خد مراته وراح على الشقه، وطبعا دخل الشقه وفرحان جدا ان هو اتجوز البنت اللي حبها، وفاكر ان هي هتسعده. ويوم الدخله بالظبط اتحججت له وقالت له بص انا تعبانه جدا النهارده، ويا ريت ناجل الدخله لبكره لان بجد مش هقدر النهارده. باسم قال لها خلاص يا حبيبتي مفيش اي مشكله، العمر قدامنا طويل. تاني يوم بقى صحوا الصبح، ليلى قالت له بقول لك ايه، انا كان نفسي كده ان احنا نطلع حاجه لله علشان خاطر ربنا تم نعمته علينا واتجوزنا. قال لها طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ قالت له تروح تجيب اكل وتوديه عند المسجد الفلاني ده، بيبقى فيه قاعدين ناس فقراء كتير هناك عنده، فانت تدي لهم الاكل ده، ويبقى كده احنا ابتدينا حياتنا بحاجه كويسه. مش مرتاحالك، الموضوع ده ورائنا. المهم باسم ما كدبش خبر، راح نزل اشترى اكل وراح عند المسجد ده عشان يوزعه، والموضوع ده خد له حوالي ساعتين. في الوقت ده بقى يا دوب باسم فتح الباب ونزل، والمجرمه فتحت الباب وطلعت فوق عند عشقها. عشان كده هي كانت مصممه تسكن في العماره دي، عشان حسام كان ساكن في الشقه اللي فوقيها على طول. فدي فرصه طبعا كويسه جدا ان هم يكونوا قريبين من بعض، وتقدر تطلع تقابله في اي وقت. وفعلا طلعت لحسام وحصل اللي حصل ما بينهم، بس كانت شرط عليه انها تفضل عذراء عشان جوزها ما يشكش في حاجه. ويا دوب قعدت معاه ساعه كامله، وبعد كده نزلت. جه جوزها لقاها قاعده مستنيه، والحياه استمرت على كده، جوزها ينزل يروح الشغل وهي تطلع لحسام. بس كانت علاقتها مش كويسه خالص مع باسم، يعني كانت احيانا بتمنع نفسها منه. فباسم كان زعلان جدا وبيتضايق، وكان باين عليه الحزن، وكان باين عليه ان هو مش مرتاح في جوازته. اهله كذا مره يسالوه مالك يا حبيبي، في ايه اللي مضايقك؟ ما كانش يقول لهم اي حاجه. وبعد كده اخته الكبيره حست ان في حاجه في الموضوع، فقالت لا كده ما ينفعش، انا لازم اروح بيته واعرف فيه ايه. ففعلا راحت. يا دوب باسم نزل راح الشغل، واخته راحت لمراته عايزه تفهم ايه الحكايه وايه الموضوع. قعدت معاها شويه ولاحظت ان تليفونها قاعد يرن بطريقه غريبه جدا، وليلى مش عايزه ترد. فاخت باسم شكت في الموضوع، جات لها فكره، قالت لها بقول لك ايه، انا هخش اريح جوه شويه لحد لما يجي باسم من الشغل، انا كده كده قاعده معاكم النهارده وهتغدى معاكم.
لانها كانت ناويه تقعد طول اليوم علشان تعرف ايه اللي بينهم وتحاول ان هي تحل الموضوع. لما لقيت حاجه غريبه كده قررت تعرف فيه ايه، وفعلا دخلت الاوضه وعملت نفسها ان هي هتنام شويه. وبعدين اخت باسم لما دخلت الاوضه سمعت تليفون ليلى بيرن تاني، فحطت ودنها على الباب وسمعت المكالمه. ردت ليلى على التليفون، طلع ان هو الاستاذ حسام، فعمال يرن عليها لانها كانت معداه ان هي تطلع على طول بعد ما جوزها ما يروح الشغل. لكن طبعا لما جت لها اخت جوزها عطلتها وما طلعتش، فسمعها بقى بتقول له طب ما اخت جوزي جت هعمل ايه؟ طب استنى بس لما تمشي هطلع لك على طول. فهنا فهمت اخت باسم ان هي على علاقه بحد ساكن في الشقه اللي فوق، بس عايزه تعرف مين ده. المهم طلعت من الاوضه وقالت لها بصي انا همشي دلوقتي، باسم شكله هيتاخر في الشغل وانا عايزه اروح. فطبعا ليلى بان عليها ان هي فرحانه جدا، فقالت لها طب خلاص ماشي حبيبتي مع السلامه وعايزين نبقى نشوفك تاني. المهم مشت. هتقولوا ليه طيب هي ما واجهتهاش على طول؟ لان هي حبت انها تتاكد برضو وتراقب ليلى علشان لما تكلم اخوها تكون بتتكلم بثقه، لان مش عايزه تزعل اخوها برضو وعايزه اخوها يعيش سعيد، لان عارفه ان هو بيحب ليلى جدا. المهم مشيت ونزلت للبواب تحت وفكرت ان هي تقول له انا عايزه اجر شقه، ويا ريت مثلا لو تكون شقه في الادوار الاولانيه، يعني مثلا في الدور الثاني او في الدور الثالث فوق اخويا على طول. قال لها لا الدور الثالث مفيش حد غير الاستاذ حسام، ودي شقته وده بيته، ما اعتقدش ان هو هيسيبه. المهم عرفت ان اللي موجود فوق ده اسمه حسام. المهم خدت بعضها ومشت، ومش عايزه يا عيني تقول لاخوها علشان خاطر ما يزعلش، ان هي عارفه قد ايه هو بيحب ليلى. ده اسمه كلام برضو يا شيخه. المهم راحت متصله على مرات اخوها بعد كام يوم وقالت لها بصي انا عرفت الحقيقه وعرفت ان انت ماشيه مع حسام ده، انت ليه ما قلتيش من الاول قبل الجوازه ما تتم؟ ردت عليها بكل بجاحة وقالت لها لا انا عرفته بعد ما اتجوزت، بس للاسف هو اخوكي اللي اجبرني ان انا اعمل كده، لانه لا مهتم بيا ولا بيجي جنبي خالص، فعشان كده انا ضعفت قدام حسام لانه جارنا وكنت بشوفه في الطلعه وفي النازله يا بجحة. والمهم وعدتها قالت لها ما تقوليش لباسم حاجه، وانا اوعدك ان انا مش هاجي ناحيه حسام ده خالص ومش هكلمه تاني، وخلاص علاقتي انتهت بيه من دلوقتي. المهم اخت باسم الغلبانه صدقتها وقالت لها خلاص مفيش مشكله وانا مش هقول لباسم حاجه وهنقفل الموضوع ده تماما ومش هنفتحه تاني. قالت لها خلاص ماشي. لكن ديل الكلب عمره ما يتعدل، فعلا فضلت على علاقه بحسام وكانت على طول طالعه نازله عنده، والغريبه ان محدش من الجيران خد باله ولا حد شافها بتخش عنده في الشقه. المهم بعد كام يوم كده اتفاجئت اخت باسم ان ليلى جايه لها بتفتح لها الباب، لقيت معاها سكينه وراحت مديها 12 طعنه، وقعت طبت ساكته على طول ماتت. يخرب بيتك يا شيخه. بعد شويه الجيران خدوا بالهم وحسوا مع تفريغ الكاميرات اللي في الشارع طبعا لقوا ان ليلى في اليوم ده كانت عندها، وبيسالوها قالت لهم عادي انا كنت بروح لها على طول، وفعلا في اليوم ده كنت عندها بس عادي رحت قعدت معاها شويه ومشيت، الطبيعي بتاعي لما بكون جنب البيت لازم اعدي عليها، ما هي اخت جوزي وحبيبتي. ومحدش قدر يوصل للي حصل لاخت باسم الا لحد لما واحده صاحبتها راحت قالت على كل حاجه، قالت لهم ان هي الصاحبه المقربه جدا لاخت باسم، وان اخت باسم راحت حكت لها على الموضوع كله وقالت لها لازم تقولي لباسم، بس هي قالت لها لا انا خايفه يزعل ولا يتضايق او يعمل فيها حاجه ويروح في 60 داهيه، هي وعدتني ان هي هتكون كويسه ومش هتمشي في الطريق ده تاني. وفعلا البوليس راح المنطقه هناك وسال على حسام، وعرف ان حسام على علاقه كبيره جدا بليلى مرات باسم، وعرف ان هو كان دايما بيتقدم لها لكن اهله كانوا بيرفضوه علشان ظروفه الماديه ما كانت. البوليس قبض عليهم واعترفوا بكل حاجه، والقادره قالت ان هي قتلتها علشان كانت خايفه لحسن تروح تقول لجوزها ان هي بتخونه. ايه يا بنت البجاحه والقداره دي. وتم الحكم عليها بتهمه الزنا والقتل واتعدمت ليلى. احسن يا شيخه، ده انت كان المفروض يتحكم عليكي بالاعدام في ميدان عام، ولا جوزك ده كان المفروض يروح ويقطعك كده حته حته كده في الشارع قدام الناس كلها. حسبي الله ونعم الوكيل. نهايته بلاش نخاف على اللي بنحبه من الزعل، لما نشوف حاجة غلط ممكن تأذيه لازم نقوله قبل ما يغرق زي ما غرق باسم كده واخته اتقتلت ظلم. السلام عليكم.